طب فاكر الفترة اللي كان مستواك نزل فيها مع مستر مانويل؟ فاكر لما جابك وقال لك يا ابو تريكة انت تعالى على الفرقة؟ لا ما قالش كده. لا قال كده. لا، قال انت اسوء من اسوء لعيب في الكروم. كنا بنلعب الكروم. مستر مانويل جاب ابو تريكة وقال له يا ابو تريكة انا عايز اقول لك على حاجة، انت اسوأ من اسوأ لعيب في الكروم. مع طبعا مع كامل الاحترام لنادي الكروم، بس هو الراجل قال له كده. فيعني اكيد هو اكيد كنت فرحان لما قال لك كده. اه طبعا. انا بص، الحاجات اللي جوزيه مستر مانويل كان بيقولها لي نقد انا حافظها في الذاكره. مره كنا بنلعب انت كنت موجود طبعا الدور قبل النهائي بتاع كاس مصر قدام الاسماعيلي، ودخل بين الشوطين وقال ايه، كان يا مكان عندنا لعيب كبير اسمه ابو تريكة. ايوه، حتى احنا بعد كده قلنا مرجان. فلا، فبتبقى حاجات لذيذه هو دايما. وكلها حاجات حب يا ابو تريكة. يعني هو طبعا. هو بص، هو كان الميزه فيه ان هو بيعرف يستفز كل واحد. صح. من الحته اللي هو عارفها على البني ادم ده. فكان مثلا ابو تريكة هو عارف ان ابو تريكة هيتنحرر وهيشد اما يسمع الكلام ده. في لعيب تاني كان بياخده يعني بالهداوه. طب فاكر لما قال لي او اما قال لي انا وانت ومتعب صح. قال لك احنا ايه الثلاثه. هو فضل يقطع في نص الملعب وفضل يقطع في الديفنس، وجه على الثلاثه قال لك احنا الثلاثه اللي قدام، كابتن بركات وكابتن ابو تريكه وكابتن عماد لبسوا لبس الماتشات. وفي اخر لحظه غيروا رايهم. لبسوا ما لعبوش. وقبل ما نبدا غيروا رايهم ورجعوا في كلامهم وقال لك لا احنا هنقعد في البيت احسن. طب فاكر لما اداني 3-0 في اوضه اللبس قبل التمرين، اداني 0 في ماتش انبي. فرحت اكلمه فقلت له يا مستر، يعني الشوط الاولاني فعلا انا كنت وحش وكنت حاطيني باك رايت وكده وما كنتش بهاجم وما عديش نص الملعب، فيعني الزيرو اللي انت مديهولي، بس الشوط الثاني لما غيرت مكاني وطلعت قدام كنت احسن كتير، وحتى يعني كسبنا 1-0 وانا اللي جبت الجون يعني بالهيدرز. ده انت ضربت الرقم القياسي بتاع عبد الله. محمد عبد الله في نهائي في الصفاقسي خد 2-0. خدنا بين الشوطين. قال له عبد الله نوت 1-0 2-0. طب فاكر لما كان بينده على شيتوس كان بيعمل له ايه؟ لا. ما ينفعش، ها؟ ما ينفعش.